عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. النهاردة هنعمل تحلية جميلة قوي ببواقي الفاكهة اللي عندك في البيت. انا ما استخدمتش الكمية اللي انتوا شايفينها دي، انا استخدمت 3 موزات وتفاحتين وخوختين، وكمان هستخدم عبوتين من الجيلي. هنقول بسم الله ونبدأ نقطع الفاكهة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اهو زي ما انتي شايفة كده انا قطعت الفاكهة بتاعتي، وكمان لقيت عندي في الفريزر فراولة انا كنت مفرزناها، طلعت قلت اكمل الفواكه اللي معايا هتديها طعم جميل. وهنبدأ هنا نسمي الله، نقول بسم الله. انا بوريكي هنا الفراولة بتاعتي جميلة ازاي. هنقول بسم الله وهنحضر اول حاجة الجيلي. معايا عبوتين، انتي ممكن تقدري تعملي عبوة واحدة او نص عبوة براحتك خالص. هتنصفي المقادير على 2 او على 3 راحتك المتوفر عندك. تمام. هنا حطيت عبوتين الجيلي اللي معايا، وحطيت عليهم كوباية مية متلجة اول حاجة، وكمان هحط كوباية ونص من المية السخنة. لو وصلتي معايا لهنا يا ست البنات متنسيش تحطي اللايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وكمان تعملي كومنت قمر زي كده علشان يحفزني اني اقدم كل حاجة انتوا عايزينها ان شاء الله. هنقلب كويس. شايفة انا ايدي ما وقفتش عن التقليب خالص. اهو هنضيف الكوباية بتاعة المية السخنة، وكمان نص كوباية تاني من المية السخنة. يعني كل المية اللي انا استخدمتها مع عبوتين الجيلي هنا استخدمت كوبايتين ونص، واحدة ساقعة وواحدة ونص سخنة. تمام. ليه؟ لان انا عايزاه تقيل مش عايزاه خفيف، لكن لو انتوا بتحبوه خفيف برضو هيتماسك معاكي، مش هيقول لا زودي مية براحتك. هنقلب كويس جدا جدا جدا، وهنبدأ نحضر الكاسات بتاعتنا اهي. هنبدأ نحط في القاعدة بتاعة الكاسات بتاعتنا معلقة او معلقتين من الفواكه كده، انتي تقديري تبع الكاسة اللي انتي بتعملي فيها او البولة اللي انتي هتعملي فيها. وهبدأ اقطع فراولاية على كل كاسة. تمام. المتوفر عندك اعملي اي نوع فاكهة، مش هيقولك لا، ما تلتزميش باللي انا عاملاه. هبدأ بقى